إن شاء الله هنعمل كيكة الزبادي بالشربات من أخف وأطرى كيكات اللي ممكن تعمليها بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. أول حاجة هنجهزها الشربات. عندي كوباية من السكر، هضيف عليها كوباية من المية، نص عصير ليمونة، بقلبهم بالشكل ده، هرفعهم على النار يغلوا لمدة 5 دقايق. أول ما بيغلوا بنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا، بقلبها واسيبهم على جنب يبردوا. بجهز 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عليها رشة من الفانيليا، كوباية إلا ربع من السكر ما يعادل 150 جرام. أنا استكفيت بكوباية إلا ربع عشان لسه في شربات وكان سكرها مظبوط. واختاري السكر يكون فاتح مش غامق عشان يديكي اللون الحلو دوت. بخفقهم لمدة 5 دقايق وهنزل بكوباية كبيرة من الزبادي وزنها 240 جرام أو كوبايتين ونص من الزبادي. بخفقهم وهنزل ب 150 ملي من الزيت ما يعادل كوباية إلا ربع، بنزل بيهم بالتدريج. هاضيف الدقيق، عندي كوبايتين ونص من الدقيق ما يعادل 320 جرام. بنخل أول كوباية وهاضيف التانية، أما نص الكوباية التاني فهشيل كده منه معلقتين كبار وهستبدلهم بمعلقتين كبار من النشا الذرة ما يعادل 30 جرام. طبعا نشا الذرة بيديها شيشة حلوة جدا، وباكت بيكنج باودر وزنه 16 جرام ورشة من الملح. هنخلهم كويس وهقلبهم كده في اتجاه واحد، وادي القوام معايا. هنجهز بقى صينية فيها مسحة من السمنة أو الزبدة. كان مقاس الصينية عندي 26، لو عايزاها مرتفعة قوي خليها 24 أو 22. هطلع كده أي هوا فيها وهجهز الفرن على درجة حرارة 180. وأول ما بتطلع معايا حلوة جدا بختبرها طبعا. هنزل على طول بالشربات، طبعا الشربات بارد وكيكة سخنة. أول ما بتبرد بقلبها كده. طبعا هنا الشربات كان مظبوط جدا والسكر بتاعه كان حلو قوي. هزينها بقى بشوية من جوز الهند وهبدأ إن أنا أقطعها على شكل كده مثلثات. طبعا التقطيعة اللي بتحبيها استخدميها. ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وسيبولي تعليق حلو. سهلة وبسيطة وخفيفة، ما خدتش مننا وقت خالص. شايفين بقى تسويتها حلوة قوي، هشة وسفنجية. كانت أمهاتنا زمان بتعملها وكانت طعمها بيبقى جميل جدا. وبالهنا والشفا.